هو التمثيل ممكن يتعلم؟ إلى حد ما. يعني الموهبة أساسية أنا في رأيي. يعني الممثل الشاطر عنده حدس، وعنده قدرة على إنه يفكر، يعني عنده خيال، وعنده قدرة على تصور مصدر المشاعر. يعني عنده قدرة يعرف المشاعر دي بتيجي منين، فيقدر يثير عند المتلقي الإحساس من غير ما هو يحسه بالكامل. يعني الفكرة مش أنت تحس. يعني في ممثلين بيجوا يحسوا بدينهم، فأنا بقول لهم يعني المفروض إن المتلقي هو اللي يحس، مش أنتوا. يعني أنتوا تقدروش تعرضوا شهر بالطريقة دي، هيجي لكم انهيار عصبي. بس الممثل بيبقى قادر ياخد معاه المتلقي إلى المنطقة اللي طالع منها هذا الإحساس، فيوصل للتوتر المطلوب، مش كده، في تلقي الإحساس ده زائد الخيال. وممكن بقى يحصل تدريب. يعني في ناس فطرية، ما بقولش يعني أنا اتشتمت قريب لأن قلت اللي عاملة كامل مش تلقائية، هي ممثلة. أنا كان قصدي الناس بتقول تلقائية كأنها كده في الحياة. لا طبعا، عاملة كامل مش كده في لا مش الحياة أبدا، شخصيتها طبعا. فاتشتمت. لو كده في الحياة تبقى مش اتقال مين ممثلة. ده؟ مين ده؟ ما نعرفوش مين اللي بيقول الكلام ده على عبلة كامل. وبعدين دخلوا ناس يدافعوا عني اللي بيعرفوا الفرقة. عبلة كامل عندها يعني عندها الفطرة، مش انها تلقائية. يعني عبلة كامل لا شبه اختي ولا شبه خالتك ولا شبه عبلة كامل. شخصية عبلة كامل. ممثلة بتقدر تتقمص الحاجات يعني دي. من كام يوم بتقول لي دنيا باهر اللي هي اخر واحده اتعرفت من اللي اتخرجوا من عندنا في الورشه، انه لما عملت مشهد في مسلسل معين مونولوج طويل سقفوا لها في الاستوديو على اساس انها طلعته كده كده. فهي قالت لي انا بقالي شهرين بشتغل عليه. بتشتغل على المشهد. فالموضوع فأي حد بيبيع مونيكير على البتاع يطلب منه عشان بقى ترند انه يمثل. فهو وحظه بقى، يعني هو وحظنا، احنا وحظنا.